عمرك حسيت ان انت لازم تكمل في الحاجة عشان بس بدأت فيها، عشان استثمرت فيها وقت ومجهود وفلوس، فلازم أنا اكمل فيها حتى لو في بعض الاوقات الحاجة دي باينة قوي وواضحة وضوح الشمس ان هي مش في صالحك، او بمعنى ادق ان في خسارة من استمراريتك في الشيء، هتكمل فيها؟ الغريب، مع ان الكلام منطقي ان مش اكيد مش هنكمل، ايه ده، ايه الغباء اللي يخليني اكمل في حاجة انا متأكد ان هي كده كده هتخسر؟ بس الغريب ان احنا بدون وعي مننا، ان احنا لما بنشوف الحاجة عشان بس استثمرنا فيها وقت ومجهود وفلوس، ممكن نكمل فيها رغم ان احنا عارفين وضوح الشمس ان هي النتيجة مش في صالحنا. زي مثلا ان احنا بنستمر في علاقات مؤذية في حياتنا عشان بس هي بالها سنين، او ممكن ان انا اكمل فيلم ممل عشان بس انا بدأت اول جزء فيه وخلصت اول نصه، فمضطر استحمل النص التاني. انت مش مجبر على كده على فكرة. مثلا ان انت تستثمر في شركة وفجأة تكتشف ان الشركة دي بتخسر، فانا هكمل علشان مخسرش اكتر، بس الواقع ان انت بتخسر اكتر. وتأثير المشكلة على حياتنا، خاصة بقى على المستوى الفردي الصغير اللي على قد حياتنا احنا، بيبقى عن طريق ان انت بتاخد قرارات غلط، علاقات مش احسن حاجة اللي بتأثر على نفسيتنا اللي هي اهم حاجة بالمناسبة. بتلاقي الموضوع دخل في نطاق ان احنا اصلا داخلين في نطاق وحش قوي. حياتنا مش عمالة بتتحرك زي ما احنا نفسنا فيها، لا ده بدأت تاخد في تراك ان الدنيا بدأت تكون أسوأ، بسبب ان احنا مش عارفين ناخد خطوة ايجابية فعلا في المشكلة اللي احنا فيها، واللي هو المفروض اخد قرار بالمناسبة. الفكرة كمان ده على المستوى الفردي. طب لو على مستوى شخص وعنده شركة، ممكن يقعد يستثمر في الشركة رغم ان الشركة عمالة بتخسر ومفيش اي بوادر انها تكسب، عشان بس مش هبين ان انا خسرت. ممكن كمان ان انا مش هبين واعترف ان انا كنت غلطان، استثمرت غلط، مش دي الفرصة المناسبة. وتبدأ تبدر لينا مشاعر، لا مش انا بدأت الحاجة خليني راجل واكملها. طب ما ممكن تبقى خسارة استمراريتي بتخسرني اكتر. طب ما انا اطلع من الحاجة، على الاقل لو طلعت وانا عارف ان انا خسران، ده جزء مكسب. ان نزف الدماء او الخسارة اللي عمالة بتحصل هتقف. الوقف دوت مش هيجي غير لو انا خدت قرار حلو. كمان في نقطة، ان عشان نبدأ ناخد خطوة ناحية الحل لمشكلة ان احنا ممكن نتمسك بحاجات احنا عارفين اللي هي غلط، او استمراريتها هتجيب غلط اكتر، ان اول حاجة اواجه نفسي وافصل ما بين الماضي، القرار اللي انا خدته في الماضي، والحاضر بتاع دلوقتي. ما ينفعش القرار اللي انا خدته في الماضي واستثمرت فيه وقت بالشخصية القديمة، الشخصية الجديدة الدنيا تحاسب عليها طول العمر. اه انا خدت قرار غلط زمان، زمان، ايوه، ليه استمر في الغلط ده لغاية دلوقتي وده انا حاسب عليه؟ ممكن اعترف بغلطي وافصل بداية من الماضي، اقفل الصفحة القديمة وادخل في صفحة جديدة. خلاص انا اخدت خطوة، هتحرك. دي اول نقطة، اللي انا لازم افصل ما بين الماضي اللي حصل والحاضر بتاع دلوقتي، واللي انا لازم ناخد فعل دلوقتي، لان ده المهم. تاني حاجة، ان انا ما احطش الفترة اللي انا كنت بخسر فيها في جانب ان دي خسارة. المخنا بيفهم قوي المصطلحات. فانا لو قلت على الفترة القديمة دي خسارة، بيبص لها ان ده مجهود وحاجة مرمية في الارض. طيب ليه مش هبص لها بمبدأ اخر، ان احنا كنا بنتعلم، كنا بنستثمر وقتنا وطاقتنا في حاجة، وعرفنا من الحاجة دي ايه الصح وايه الغلط، فاتحولت مفهوم في دماغي من هي حاجة وحشة او حاجة سيئة او خسارة، ان انا اتعلمت. المشكلة ان هي بتتضخم لمرحلة ان مثلا شخص مهندس بدأ يدرس برمجة، فبدأ يدرس ان هو ازاي يصمم مواقع،
واكتشف مع الوقت ان ده مش طريقه، فبدأ يستثمر وقته في مجال تاني، زي مثلا ان هو يعمل مواقع او موبايلات بقى، او تطبيقات الاندرويد اللي على التليفون. فمن الموقف دوت هو استثمر وقت تاني في ان هو يتعلم. الفكرة ان هو وصل لمستوى كويس، او ممكن نقول من 50 ل70% تعلم، لسه ما وصلش لمرحلة ان هو شخص محترف. حلو. يقعد مع نفسه الشخص دوت ويقول لنفسه طب انا ذاكرت شوية في الماضي، ممكن تبقى من 3 ل6 شهور، وذاكرت من 3 ل6 شهور. ال6 شهور اللي فاتوا دول هضيعهم ازاي؟ ده انا استثمرت فيها وقت ومجهود، وممكن تبقى فلوس لو كورسات مدفوعة. فيعمل ايه؟ يجيله حل عبقري ويقول ايه؟ لا، انا هذاكر المجالين وهشتغل في المجالين وهقبض فلوس من المجالين. هو كلام حلو على ارض الواقع وكلام براك وارقام، ولو قعدت تحسب كفلوس، لا ده انا هبقى مليونير، ده انا عملت اللي محدش عمله. بس اللي ما تعرفوش ان مع الوقت لو انت قررت تعمل كده، انك تحترف مجالين مع بعض. الغريب ان انت للاسف مش هتحترف ولا هتبقى شاطر في ولا مجال منهم، لان هتدنيك في اغلبية الوقت مشتت ان اذاكر ده ولا ده. طيب فرضا انا عندي مجال واحد، المجال رقم واحد انا خدت فيه تشعبات، طيب انا هذاكر انهي تشعب في المجال الاولاني؟ فنبدأ ندخل في دايرة من المتاهة بسبب قرار واحد كان يقدر يحل الأزمة دي. أنا اتعلمت أول 6 شهور واكتشفت إيه الطريق وأنا بحب إيه، وبقى عندي خبرة في المجال ده. لما أدخل المجال التاني بقت سرعة مذاكرتي للبرمجة أسرع، بقيت قادر إن أنا أوصل أفكار بشكل أحسن، بقيت قادر إن أنا أحط أمثلة وسياقات بشكل أحسن. فبدأت تتحول من إن هي خسارة إن بدأت تكون خطوة إيجابية في الطريق اللي أنا مشيته. بس لو أنا حطيتها في المبدأ ده، مش إن أنا حاطط المفهوم الغلط إن ده وقت ضايع. تخيل إن اعتراف الشخص إن هو اتعلم مش كان خسران، يوفر عليه بجد سنين، من 3 ل4 أو 5 سنين من المتاهة ان هو يختار مجال، لانه لو دخل السكة دي هيدنيه سنين قبل ما يقرر. وبالمناسبة في النهاية مش بيقرر، بيطلع بره المجال كله ويقول انا اتعقدت، انا عايز اشوف حاجة جديدة. بالمناسبة الموضوع كان سهل من البداية، كان ممكن تتظبط، كان ممكن الموضوع يبقى احسن بكتير، وممكن ان انا اوصل للمستوى اللي انا عايز اوصل له. عشان كده بنقول ان لو انا دخلت حاجة واكتشفت ان هي مش احسن حاجة، اكتشفت وكنت صريح مع نفسي، اواجه نفسي واقول لها، وخليني صادق مع تعريف كل حاجة، او بمعنى ادق اكتشف ايه المفاهيم اللي ممكن توصل لي غلط، انا ممكن تبوظ على الطريق. ممكن نوصل بالمرحلة دي، او اخلي في دماغي ان الذكي يبصر الشر فيتوارى، ان هو ممكن يشوف الشر ويبعد بعيد عنه، والحمقى يعبرون بيمشوا فيعاقبون. لو شايف انك في طريق غلط ما تكملش فيه. ده بمعنى سهل خالص، ان انا لو فعلا اكتشفت ان انا في طريق غلط، اعترف ان انا في طريق غلط واسيب الطريق وانزل واحاول طريق. مثال قوي بحبه في النقطة دي، ان لو انت ركبت قطر غلط واكتشفت بعد ما دفعت تذكرة القطر ان انت في القطر الغلط، هل هتكمل في القطر لانك دفعت التذكرة وتوصل للمرحلة او توصل للمحطة اللي مكتوبة في التذكرة، ولا هتنزل من القطر وترجع لمسارك الطبيعي، الطريق اللي انت اصلا كنت رايحه؟ وبس كده. جاوبنا في السؤال ده في الكومنت، وشاركنا عن افضل الحاجات اللي حصلت معاك في النقطة دي، ما تنساش تعمل شير وسبسكرايب. بس كده، سلام.